اخر 4 سنين اتفرم بمعنى الكلمة، وانا عاذر وعارف، ولكن اللي جاي كويس. احنا بنتعايش مع امور حياتنا وامور دولتنا وامور العالم، وفي نفس الوقت يعني لو ربنا اراد لينا خير في الحاجة دي فاحنا بنعمل، لو ما ارادش خلاص. النقطة اللي بعد كده ودي مهمة جدا، ما تتكلمش كتير. على فكرة من طبيعة الحوت ان هو ما يتكلمش كتير، ودي يعني كلنا عارفينها، ولكن مش عايزك تتكلم كتير في مواضيع ملهاش لازمة، في مواضيع هتتفتح بعدين. لما يجي وقتها افتحها. طب ما جاش ما تتكلمش فيها، ركز في شغلك، ركز في حياتك، وربنا ان شاء الله هيكرمك. بلاش تناقش ناس ملهاش اي لازمة، مش هتديك اي. كده يا برج الحوت، اصبر على الحاجة اللي هتجيلك في 2023. يعني لو انت مثلا عايز تصبر على موضوع حمل، اصبر، اهدى، الدنيا